السلام عليكم واهلا بكم في قناة الونيسة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وقبل ما نبداو الموضوع ديال اليوم، الا كنتي جديده معنا في القناة خلي ليا لايك اذا عجبك المحتوى، واشتركي معنا باش يبقى ديما يوصلك الجديد. ودابا نخليو هادشي على جنب وندخل الموضوع ديال اليوم. كاين واحد الدرس في الحياة، شي مرات ما كنتعلموه حتى كندوزو من شي مواقف كتخلينا نقولو كون خليت هادشي غير بيني وبين راسي. حيت في واحد المرحلة من حياتنا كنكونو عفويين بزاف. إلا فرحنا بشي حاجة كنعاودو عليها، إلا تقلقنا كنهضرو، إلا كان عندنا شي مشكل كنقلبو على شي حد نعاودو ليه، إلا كانت عندنا شي فكرة جديدة كنقولوها قبل ما حتى نبداوها. وإلا وقع شي تغيير في حياتنا كنحسو بحال إلا خاص الناس اللي قراب لينا يعرفوا بيه، وما كنكونوش بالضرورة باغيين ندخلو الناس في حياتنا، غير كنكونو مرتاحين في الهضرة وما كنفكروش بزاف في شنو ممكن يوقع من بعد. ولكن مع الوقت كتكتشفي واحد الحاجة، ماشي كل معلومة على حياتك خاصها تخرج من عندك، وماشي كل واحد عاودتي ليه خاصو يعرف كتر، وماشي كل سؤال سولك عليه شي واحد ضروري تجاوبي عليه. حيت كاين فرق بين انك تكوني انسانة طبيعية وعفوية، وبين انك تخلي حياتك مفتوحة لدرجة اي واحد يقدر يعرف شنو كيدور فيها. ويمكن هاد الفرق ما كيبانش في البداية، ولكن كيبان ملي كتوقع شي حاجة، كتكوني عاودتي على واحد الأمر لشي شخص ومن بعد كتبدل العلاقة بيناتكم. فجأة كتلقاي أن واحد الحاجة اللي كانت غير بينك وبينه ولات عند شخص آخر، ومن تما كتفهمي أن المشكل ما كانش غير في الشخص، المشكل حتى في المعلومة اللي خرجت من عندك. حيت ملي كتقولي شي حاجة على حياتك ما كتبقاش عندك السيطرة الكاملة عليها. يمكن الشخص اللي عاودتي ليه يحافظ عليها ويمكن لا، يمكن يفهمها كيف ما قصدتيها ويمكن يفهمها بطريقة أخرى، يمكن يبقى قريب منك سنين ويمكن يبعد عليك. ولهذا الحكمة ماشي أنك ما تثيقي في حتى واحد، الحكمة هي أنك تعرفي شنو تعطي ولمن تعطي وفاش تعطي. حيت حتى الثقة خاصها حدود. مثلا إلا كنتي كدوزي من شي مرحلة صعيبة طبيعي تحتاجي تهضري، ماشي عيب أنك تقولي عييت وهاد الشي مأثر فيا ومحتاجة شي حد يسمعني. ولكن ماشي بالضرورة خاصك تعاودي القصة كلها، ماشي ضروري تعطي كل التفاصيل، ماشي ضروري تذكري كل الأسماء، ماشي ضروري تعاودي شنو قال فلان وشنو جاوبتيه وشنو وقع من بعد. يمكن غير تقولي الفكرة اللي محتاجة تخوي بها قلبك وتسالي. حيت شي مرات كنكونوا محتاجين الراحة ماشي نبارطاجيو القصة كاملة. وهنا كاين واحد السؤال اللي ممكن كل وحدة فينا تسولو لراسها قبل ما تعاود شي حاجة: إلا بقات هاد المعلومة عند هاد الشخص واش غادي نكون مرتاحة؟ إلا كان الجواب هضري وعاودي. إلا كان عندك الشك سكتي. ماشي ضروري كل مرة نكونوا مستعدين نهضروا غير حيت شي واحد سولنا. كاينين أسئلة كتستاهل جواب، وكاينين أسئلة الجواب ديالها ببساطة الحمد لله من الحامدين الشاكرين وصافي. ماشي حيت كتخبي، ولكن حيت تعلمتي أن الخصوصية ماشي سرية. خصوصية هي أنك تختاري شنو غيبقى ديالك، وهذا الشيء حتى في الحوايج الزوينة. مثلا إلا كانت عندك واحد الفكرة كتفرحك أو شي خطوة جديدة باغا ديريها في حياتك، ماشي ضروري تقولي للناس قبل ما تبداي. حيت شي مرات ملي كنعاودو على الحاجة بزاف كنوليو كنسمعو بزاف ديال الآراء عليها، واحد كيقول لك ديريها، واحد يقول لك بلاش، واحد يخلعك، واحد كيشجعك، واحد كيقارنك بشي حد واحد آخر. وفي الآخر كتلقاي راسك في عوض ما كنتي كتفكري واش هادشي مناسب ليا، وليتي كتفكري شنو غادي يقولوا الناس. وهنا كتضيع واحد الحاجة اللي مهمة، وهي أنك تسمعي لصوتك انتي. لهذا بعض الخطوات خليها تكبر في صمت، ماشي خوفا من الناس،
ولكن لأن بعض الحوايج كتحتاج الهدوء أكثر من الهضرة. خلي الفكرة تولي قرار، وخلي القرار يولي خطوة، وخلي الخطوة تعطي نتيجتها. ومن بعد إلا بغيتي تعاودي ليهم عاودي، ولكن ما تبدايش الحكاية قبل ما تبدا القصة. ونفس الشيء بالنسبة للحوايج اللي كضرك، ماشي كل مرة شي حد جرحك خاصو يعرفها العالم كله. كاين واحد النوع ديال القوة كيتعلم مع الوقت، أنك ما تبقايش كتشرحي كل مرة علاش تقلقتي وعلاش بعدتي وعلاش تبدلتي، حيت الإنسان اللي باغي يفهمك غادي يحاول يفهم، واللي ما باغيش يفهم واخا تبقاي جالسة كتشرحي ليه بالساعات غادي يخرج هو بفكرة أخرى. إذن ماشي ديما كترة الكلام والشرح كيجيبو الفهم، شي مرات قلة الكلام كتخلي الإنسان يحافظ على كرامته وراحته. وكاينة حاجة أخرى، ما تخليش الناس يعرفوا كل المراحل اللي كدوزي منها، ماشي ضروري يعرفوا كل مرحلة، واش نتي قوية ولا ضعيفة، واش اليوم مزيانة ولا لا، واش عندك مشاكل ولا أمورك مستقرة. خلي عندك واحد الجزء من حياتك ما كيتشافش، جزء كتعيشي فيه بعيد على الأسئلة وبعيد على التفسيرات. حيت إلا ولا كلشي معروف، حتى انت كتولي حاسة بحال إلا خاصك ديما تعطي تقرير على حياتك، فين وصلتي، شنو وقع، شنو درتي، علاش ما درتيش، شنو ناوية. وفجأة كتولي كتعيشي حياتك ولكن بعينين الناس. وهنا في هاد النقطة بالذات خاصك تحبسي وتقولي: واش أنا مرتاحة في هاد الشي؟ حيت ماشي الهدف من الحياة أنك تخلي الناس عارفين عليك كل شيء، الهدف أنك تكوني مرتاحة في حياتك. ويمكن أجمل مرحلة كتوصلي ليها هي ملي كتولي ما عندك حتى رغبة تشرحي أي حاجة، كتكوني عارفة شنو واقع، عارفة شنو بغيتي، عارفة شنو خصك ديري، وما محتاجاش كل مرة واحد آخر يعطيك الإذن باش تكوني مقتنعة بالقرار ديالك. حتى الناس اللي كيبغيوك ماشي ضروري يعرفوا كل التفاصيل، حتى أقرب الناس ليك ممكن يكون عندك معاهم مساحة خاصة، شي أفكار كتحتفظي بيها، شي مشاعر كتحتاجي تفهميها بوحدك، شي قرارات كتحتاجي تاخديها بهدوء. وهذا الشيء كيخليك واعية، لأن الإنسان كلما كبر كيتعلم أن ماشي كلشي كيتقال، وماشي كلشي كيتشرح، وماشي كلشي كيتشارك. ويمكن هذه من أجمل الحوايج اللي تقدري تعلميها لراسك. قبل ما تعاودي، توقفي واحد اللحظة وسولي راسك: واش أنا باغية نعاود حيت محتاجة المساعدة، ولا غير متحمسة، ولا حيت مضغوطة، ولا حيت باغا شي حد يطمني؟ حيت شي مرات السبب الحقيقي ما كيكونش أننا باغيين الناس يعرفوا، كنكونوا غير باغيين شي حد يحس بينا. وفي هاد الحالة اختاري الإنسان المناسب، واحد فقط يمكن يكون أحسن من 10، حيت ماشي بكثرة الناس اللي كتفتحي ليهم قلبك كتكوني مرتاحة، شي مرات إنسان واحد كتثقي فيه كافي. وحتى إلا ما لقيتيش داك الإنسان ماشي مشكل، كتبي دعي هضري مع راسك، خودي وقتك، وخلي بعض الأشياء حتى تهدن. حيت ملي كنكونوا متأثرين كنقولوا بزاف ديال الحوايج بلا ما كنفكروا، ومن بعد ملي كنتهدنوا كنكتشفوا أن شي هضرة كانت من الأحسن كون بقات غير في القلب. لهذا ماشي كل سكات ضعف، وماشي كل غموض كذوب، وماشي كل خصوصية معناها أنك تخبي شي حاجة. شي مرات الإنسان غير تعلم يحافظ على حياته، تعلم أن بعض الأبواب ما خصهاش تكون محلولة لأي واحد، وتعلم أن بعض التفاصيل قيمتها كتكون في أنها باقية عند مولاها. وفي الأخير ما بغيتش نقول ليك ما تثيقي في حتى واحد، ولا نقول ليك عيشي حياتك خايفة من الناس، لا، ثيقي ولكن بوعي، هضري ولكن اختاري شنو يتقال، وفرحي ولكن ما تحسيش أنك مضطرة تعلي على كل فرحة. وخلي عندك ديما واحد القنت صغير في حياتك ما كيعرفو حتى شي واحد غير انتي، يمكن فيه حلم، يمكن فيه قرار، يمكن فيه دعاء، يمكن فيه شي حاجة كتمنايها. حيت في الأخير ماشي كلشي خاص الناس يعرفوه عليك باش يعرفوا قيمتك، وماشي كل ما عرفوا عليك كتر كل ما قربوا منك كتر.
شي مرات العكس هو الصحيح. كل ما تعلمتي تحافظي على بعض التفاصيل ديالك، كل ما ارتاحيتي كتر. وخلي ديما واحد الجملة قدام عينيك: حياتي ماشي سر خاصني نخبيه، ولكن ماشي كتاب خاصني نفتحو لأي واحد. ويمكن هذه هي الحكمة كاملة، أنك تعرفي شنو تقولي وشنو تخلي بينك وبين راسك. وكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو، ونكونوا خدينا منه شي حاجة اللي تقدر تفيدنا في حياتنا. ونتلاقاو في موضوع جديد إن شاء الله. مع السلامة.